في طرح نازل يوم 27/10 ل 26/12. معانا فترة حلوة يا جماعة، اهدوا بقى واسمعوا كده الفيديو كويس. اللي محطش لايك يحط لايك، اللي ما عملش متابعة للصفحة يعمل متابعة للصفحة. لو جبتوا لايكات كتير في الفيديو دوت وكل الناس اللي هتتفرج على الفيديو تعمل متابعة للصفحة، هنزل لكم باقي التفاصيل للفيديو كامل، عشان ناس كتير كانت منتظرة الطرح ده. الطرح ده حاجة حلوة جدا. الطرح اللي انتوا هتاخدوا الشقق فيه هيكون بالشكل الجميل ده. دي الشقق اللي هتبقى نازلة في العاشر من رمضان. الطرح دوت نازل فيه سكن مصر ودار مصر وجنة مصر واسكان متميز. ودار مصر وجنة مصر هيبقوا كومباوند زي ما انتم شايفين، زي كومباوند دار مصر دوت. سكن مصر دوت حاجة برضو حلوة جدا جدا. اسكان متميز دوت هيبقى في بعض المدن الساحلية. هنتكلم عن الشروط والاسلوب والسوري والاسعار واسلوب السداد والكراسات. كل ده هنتكلم فيه في الفيديو اللي ان شاء الله هننزله بالتفاصيل. حبيت بس اعرفكم عشان في ناس كتير جدا مستنيه الطرح ده وسالتني عليه، فان شاء الله انتظروا الفيديو بتاعه هينزل. الطرح ده نازل من وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه. الطرح دوت هنقول عليه متوسط وفوق متوسط الدخل، لانه كله مساحات كبيره، كله مساحات كبيره. في سكن مصر دوت هيبقى المساحات من 106 ل 193 متر. حاجه ايه الجمال ده. دار مصر طبعا ما احنا عارفين انها بتبقى 130 متر و140 متر. في جنة مصر 100 متر ل 150 متر، وسكن متميز برضو فيه مساحات كويسه. انتوا عايزين تعرفوا كل الموضوع، هندخل نجيب الكراسات منين، طب هنقدم ازاي، السداد هيبقى عامل ايه، طيب صورة البطاقة بحتاجها ولا بحتاج ورق زي الفيديو اللي انت نزلتيه بتاع سكن لكل المصريين ولا لا، ودوت محدود دخل ولا نظامه ايه. الطرح دوت نازل فيه 6575 الف وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة. دي متوسط او فوق متوسط الدخل. كل التفاصيل انتظروها ان شاء الله في فيديو جديد. دي دار مصر اللي هتبقى نازله في العاشر من رمضان. نازل فيها عدد مش شويه ولا صغير، بيبقى حلو قوي. وهنقول ان شاء الله بكل مدينه نازل فيها كم وحده. وعايزاكم تركزوا قوي وتتفرجوا على الفيديو دوت واستنوا الفيديو الجديد، وركزوا في الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده لكل طرح نازل الايام ديت والطرح اللي كان نازل قبل كده، علشان ما تتلخبطوش في الطروحات. انتظرونا في الفيديو ان شاء الله.